عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا مع بعض نقفل او نفنش الشوت بتاعنا. بس بعد ما عملت الريندر وجيت ابص طبعا للكومب، طبعا الدنيا هنا في اللايتنج مش مظبوطة تماما، فبالتالي رجعت تاني للسينما وانا حاليا برندره تاني. الفكرة ان انا بدأت اظبط اللايت وبس يخلص الريندر واوريكم التظبيط بتاع اللايت، بحيث خدتي ديت بالنسبه لي كريفرنس لشكل الاضاءه فين، علشان نقدر ان احنا نخلي الدنيا شبه بعضها. اعمل بوز بعد ما يخلص ريندر، هوريكم عدلنا ازاي في الاضاءه، وبعد كده نفنش مع بعض الكومبوزيت. انا حبيت ان انا اوريكم اي مرحله تعديل في النص، عشان لو حصلت معاك نفس المشكله تبقى عارف المشكله فين وطريقه حلها ايه بالظبط. بعد ما خلص الريندر تعالوا هنا هنعمل ريلود. كده جت شكل السفيرز، حتى فرقت كتير شايفين ما بين شكل السفيرز الاولاني وكده وهي متعرضه للاضاءه بشكل سليم زيها زي اللي موجود. طبعا الشادو ده بسبب وجود الاوبجكت اللي قدامنا. تمام. طيب اصلا احنا عدلناها ازاي جوه سينما؟ تمام. طبعا قبل اي حاجه بترجع تاني يبقى current frame عشان ما تقعش في انه يعمل ريندر للسيكونس كله. وبنروح لارنولد اي بي ار، تقربوا كده لاقرب حاجه فيها حاجه عكس الاضاءه، بحيث تقدر تشوف الدنيا فيها ايه بالظبط. وتيجي لسورس الاضاءه بتاعك اللي هو بالنسبه لنا السكاي دوم لايت، بيبقى بالطبيعي مفتوح بالشكل ده. تمام. هو كان كده كديفولت. تمام. بروح للكوردينيشنز وبحول دول للاكس واي زي. طبعا هو اصلا سيمافور دي فيرجن الماني، فبتظبط بشكل ال HBB، فانت كل الحكايه انت هتغيره بس الحاجه من دول، بحيث تبقى فاهم فين الاكس او الواي او الزي، تبقى عارف انت بتتعامل معاه. تمام. الديفولت بتاعه كان كده، اللي هو كان في الريندر الاولاني، فانا كده شايفه الظل والنور ورا، والعكس هو اللي قدامي في الشوت. فعلشان نعمل الكلام ده بتبدا تلف بالواي لحد ما تلاقي ان الانعكاس او الدنيا اللي قدامك المظلمه دي بدات تنور، فببتدي الف السورس بتاع الاضاءه. طبعا السورس بتاع الاضاءه ده عباره عن الهيدر زي ما اتكلمنا قبل كده، ففي شمس، فانت بتلف الشمس للمكان المناسب. تعالوا نزوم شويه كده لغايه ما تلاقي ان دي شبه دي. انت لو بصينا هنا، تعالوا نقفل الفيتشرز بالت دبل كليك اهي، سورس الاضاءه قدامي معكوس اهو. فنفس الفكره، كل الحكايه ان انا بحاول ان انا اخليها قريبه من هنا كده. الشمس جايه من الناحيه دي، هي المفروض جايه من الناحيه التانيه، وبجيبها كده مثلا. بس الفكره انا حاسه ان دي منوره اكتر من دي. تمام. طبعا الواي او الاكس لما هوريها لكم كانت زيرو، كانت عامله ازاي؟ ان الشمس فوق، فبالتالي مديني الحته دي ضل. انا مش عايزه كده، انا عايزه كل الجزء ده يبقى منور. يبقى بدات ان انا العب في الاكس بحيث ينور لي كل الجزء ده. اللي فاضل ان كم الاضاءه مش كافي بالنسبه لي. ده جو ظهر قوي، الشمس زي ما بنقول كده حاميه، فكم الاضاءه اكبر من كده بكتير. فبالتالي هنحتاج، عشان نرجع للجزء الخاص باللايتنج ونبدا ان احنا نزوده، نروح للمين، وفي الاكسبوجر بقى بنبدا نعلي نسبه الاضاءه. فمجرد ما نعليها كده بصوا بتبدا الدنيا تزيد. طبعا كده بقت وش قوي، فاحنا هنخليها رينج ده مثلا كده، بقت قريبه قوي. وبعد كده بنبدا نعيد الريندر عادي جدا. ده اللي انا عملته، وده الفاينل ريندر بتاعنا. زي ما اتفقنا انا مش هعمل الريندر للفريمز كلها، انا عملت لغايه اخر سوري اول 100، فنعمل له تريم. يبقى هو ده الجزء اللي احنا شغالين عليه. الفكره بقى في ان هما
زي ما اتفقنا ما يكونش ظاهر قدامي بالمنظر ده. فكل الفكرة ان انا باخد البيلدينج نفسه كنترول دي واخده قدامي هنا فوق، واقول ان ده يبقى المات بتاعي، اسميه مات. وبالبين تول نبدأ ان احنا نزوم كده. ممكن ناخد بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. الفكرة بقى ان احنا نظبط المات نفسها. خلي كلمة هنا كده نفهم. ممكن ارجع للبين تول واعمل بلس هنا. بس ماشي. اهم حاجة انها متعديش الرينج بتاعي، واتأكد بقى ان الماسك ده ماشي معايا. فاقول له ام كليك. اوكي امشي كده شوية. محتاج بس موديفيكيشنز سريعة، كأنك بتعمل روتو عادي جدا، حاجة بسيطة بالشكل كده ان احنا نكون خافين الجزء اللي من فوق الجزء اللي من تحت. طيب افترض ان احنا عايزين مثلا نزود العدد شوية. الموضوع في منتهى البساطة ان احنا بناخد نفس الريندر كنترول دي، بس الفكرة ان الريندر بتاعنا المفروض يكون اكبر شوية. يعني مثلا لو وقفنا لغاية 80 هنا مثلا نقول ان، بحيث يبقى الفاينل بتاعك انا عندي حاجة زيادة اقدر اعملها اوفست كده مثلا. شايفين يبقى في تنوع في الانيميشن شوية. تمام. ممكن اجي فيها هنا وادي اس سكيل واصغر السكيل شوية، حاجة زي كده. ممكن بقى وده الالطف، لا بلاش السكيل علشان بدأ يقطع. فباجي هنا واقول له ريست، بدل ما انا عندي حدود في الايدجات هتعمل لي مشكلة فكل اللي قدامي في الانيميشن. فانا ممكن ديت اجي عند التايم وابطئها شوية، ونبطئها بان هي دلوقتي 100%. لو انت قلت ان هي 200 هتبقى 200%. بصوا كده بقت اطول. ممكن نخليها كده مثلا ونعمل بلاي. ولما تيجي تبص كده على الباك من بعيد تبقى بالشكل. انا عندي في الاول جزء كده مفيش اي فريمات، مفيش اي حاجة طالعة. فدي ممكن نحلها ازاي؟ ان احنا نمسك البولز نفسها دول، طبعا هما دول مستخبيين تحت، فنمسكهم نطلعهم لفوق شوية بس تبدأ تطلع بدري شوية عن كده. دي الفكرة ان انا متأكدة ان الايميتنج بيحصل بس مستخبي تحت ورا الماب بتاعتنا زي ما متفقين. كل الفكرة ان احنا ناخد الريندر مخسروش واطلعه جوه الكادر بتاعي. فلما نعمل بلاي يبقى قدامي بالشكل. المنظر ده احنا كده استفدنا بالفاينل ريندر بتاعنا، وقدرنا ان احنا ناخد فيه كادر اكتر من كده. طبعا انت تقدر تزود اكتر من كده، ده الكلام ده بقى في 3D. لكن لو زودنا عن هنا هتبقى الدنيا مش ظريفة. يعني ممكن نجرب حاجة كمان، ممكن نمسك نفس الريندر ده ونعمله فليبنج. شوف كده هتبقى عاملة ازاي. flip vertical، لا سوري مش vertical، نعمله flip horizontal. شوف كده هتبقى عاملة ازاي. دي كده جاية من الهوا فما ينفعش. امسك دي كده
بدأت تبقى أزرق من الأول، ولو إن دي طالعة مع نفسها في ملكوت الله لوحديها، يعني حاجة زي كده. فهي الفكرة بقى انت في حتة الكومبوزيت بتبدأ تنوع فيها زي ما انت عايز حسب الانيميشن اللي انت عايزه. بدأ يبقى فيه يمين وشمال، لو السفير ديت عاملة لك مشكلة ممكن تعمل لها روتو ونخلص منها خالص، هتقطع لي اللي وراها تبقى فيها مشكلة. هي ديت مع مين؟ مع الأصل. طيب ممكن دي نسرعها شوية. تمام، خليها 150، يعني بقت أسرع سنة. في بلجنز كمان بتتحكم في موضوع السرعة ده. كده بقت أحسن شوية من الأول. ممكن نعمل لها إن احنا ناخدها دي بحيث تطلع من الكادر أسرع شوية، عشان هي واخدة عيني شوية الحركة دي كده، فهي طلعت أسرع. أتمنى تكون المحاضرات يعني واضحة، ويكون وركشوب أفاد لك فيما يخص 3D composting for motion، ازاي ان انت بتتراك جوه سينما، خدنا فكره عنه، ازاي ان احنا نستفيد من التراكنج، ازاي ان احنا نضيف element جوه 3D وقدر الامكان نخليه رياليستيك متماشي مع الانفايرمنت بتاعتنا. تمام، احاول ان شاء الله في شوط تاني ان انا احط حاجه ليها شادو، بحيث نشوف مع بعض ازاي نكست الشادو على الارض، ونشوف الكلام دوت في شوط تاني. هحاول يعني على قدر الامكان. واشوفكم ان شاء الله في محاضرة جديدة.